اليوم 8 ماي هو ذكرى يوم مفصلي في تاريخ الحركة الطلابية، فهو اليوم الأكثر دموية في تاريخ الجامعة التونسية. إنها المرة الأولى التي يتم فيها استعمال الرصاص بتلك الكثافة، ما خلف استشهاد الطالبين أحمد العمري وعدنان بن سعيد، إلى جانب إصابة آخرين بالمركب الجامعي تونس المنار إثر رفض الطلبة تدجين الحراك الطلابي. إنه يوم 8 ماي 1991. الجامعة وقتها شهدت حراكا كبيرا يهتم بالوضع الوطني والعربي والإقليمي، فجاء قرار السلطة أواخر مارس بمنع النشاط النقبي والسياسي بالجامعة، إلا أن الحركة الطلابية المتمثلة في القوى اليسارية والقومية والاتجاه الإسلامي تضافرت جهودها للتصدي لهذا القرار الجائر من خلال مواصلة النضال الميداني، فكان الرصاص. هي ذكرى اغتيال الحرية في الجامعة التونسية وإرهاب دولة وجريمة لن تسقط مهما طال العهد، حسب أبناء الحركة الطلابية الذين شهدوا تلك الأحداث وكانوا في خضمها آنذاك. إلى جانب الشهيدين أحمد العمري وعدنان بن سعيد، نذكر أيضا طلبة ماتوا تحت التعذيب وآخرون متأثرون بجروح أصيبوا بها في ذلك اليوم، من بينهم بوبكر القلالي. 8 ماي سبقته أحداث خلال السنة الجامعية وقتها، أحداث تزعمها الرصاص الحي تجاه مظاهرات طلابية. ففي صفاقس مثلا استشهد الطالب إصلاح الدين باباي بالرصاص في 15 من جانفي 1991، فضلا عن استشهاد طلبة آخرين في سنوات الجمر قبل 91 وبعدها أيضا، على غرار الشهيد نبيل البركاتي الذي اغتيل في 8 ماي 1987 تحت التعذيب. إذن هي ذكرى رفض تركيع الحراك الطلابي النقبي وتدجينه، لكن في المقابل وفي ذلك الوقت كان اغتيال الجامعة.